مشاهدينا، من بعد جولتنا الإخبارية خلونا نروح لعالم تاني ونغير جو شوي وجو مختلف مع فنان سوري شاب. طبعا على صوت الموهبة بداخله أو علي صوت الموهبة بداخله لينقله من تسديد الضربة القاضية برياضة الفن النبيل ويوجه بوصلة مساراته إلى عالم الغناء مع احتفاظه بلقب البطل يلي طبعا ما رضي إنه يتخلى عنه. عم نحكي عن الفنان السوري البطل كما يجب أن يلقب فراس حمزاوي. حب إنه يكون أكيد ضيفنا بصباح الخير على الدنيا. صباح الخير فراس، يا صباح أهلا وسهلا النور. فيك. صباح النور، تسلمي لي. وشكرا على هالوردات الحلوين، كلك ذوق. تسلمي لي، يعني هذا هيك الواجب. تسلم، كلك تسلمي ذوق. لي كثير. طبعا بحب نوه للمشاهدين انه فراس حمزاوي اكيد غني عن التعريف، هو بطل سوريا بالملاكمه وبناء الأجسام. نعم، وبناء الاجسام. يعني هذا المزيج حلو لكن كمان مختلف، وقلما نشاهده عند رياضيين وخاصة إذا كان بطل سوريا بالملاكمة إلى الغناء، إلى هذا الفن اللي فيه إحساس ومشاعر جياشة وعواطف تتعلق بحب المرأة، حب الوطن، كل هالتفاصيل. إذا بدنا نحكي عن بداية مشوارك الفني، كيف يعني مشيت بهذا المشوار وكيف حبيت تفصل ولا لساتك هون وهون؟ لا، اولا انا ما استغنيت عن رياضتي. انا رياضي ولساتني رياضي وعم مارس مهنه التدريب ومعي شهادات تدريب والحمد لله رب العالمين. يعني ما تركت الرياضه ولا بتركها. ونحن عائله بيت الحمزاوي يعني من المؤسسين الرياضه بسوريا. دخولي للوسط الفني كان يعني حاله من الحالات. انا كنت متزوج طبعا وهلا تارك، وسبب كان السبب الرئيسي بهذا الموضوع هو الحماية. فكنت هيك مزعوج، فطلع معي هيك أغنية عن الحماية بتقول: حلي عني يا حماتي أرجوك بحب مراتي، كل ما بقول تهنى القلب بتنزعي لي حياتي، كل ما بقول خلصنا منك تجي لعنا يكشر سنك، بإذن مراتي يبلش زنك وتقولي لها ثيابك هاتي. مرتي حبيبة هالقلب وبعد عني تكي صعب، وبنتك زوجة أجدع شب وانت جواكر لسباتي. عمي رجال قبضاي عندك الدنيا تسلاهي، يا ريته يقلك باي باي وطقي يا حماتي. هيدا كتابتك؟ نحن نبقى أولاد أصول، رجال بالحق وبالقول، الواحد غير حظه ما ينول وما عاد تفرق يا حماتي. مزبوط. فأنا كنت يعني أجتني الفكرة الحالة، اتصلت بشاعر معروف طبعا لقح الكلام وهو زبطه، الأستاذ معين إسماعيل، الشاعر الغنائي والكاتب، بوجه له تحية كثير كبيرة. وفورا عملناها فيديو كليب وصورناها فيديو كليب ونشرناها على المحطات. هيك بلشت الفكرة؟ هيك بلشت الفكرة، وأنا متعدي على الفن تعدي يعني. فأنا رياضي ولساتني رياضي، ما بترك مهنة الرياضة، ولساتني عم مارس مهنتي. وإن شاء الله بالسنوات الجاية اللي تخلص الأزمة إن شاء الله على المدرجات بتشوفوني، على المسارح كمان إن شاء الله. تسلمي لي. حابب انك تدخل عالم الغناء، خاصة انه عندك صار 80 غنية و6 ألبومات؟ تمام. هلا انا عندي اكثر من 6 البومات تقريبا. انا دخلت الغناء انا اول شيء ما بعتمد على الالبوم. يعني انا بتجيني هلا فكره حاله مثلا فورا بنفذ الاغنيه. وما بغني شيء اذا مو عايش الحاله، يعني بدي يكون عايش الحاله لغني. بتشوف حالة بتحكي عنها، بتكتب عنها؟ بكتب، بتساعد مع الشاعر انه يصحح لي او يعمل لي، وهو بيوثق الكلام بطريقته الخاصه، لانه انا اكيد ما. بس اذا انت ما بتكتب عن حالة معينة، انت بتكتب عن كل شيء بالحياة بنمر فيه، باصغر تفصيل وادق تفصيل لاكبر تفصيل ممكن يكون. كل شيء بيخطر ببالك. بعدين انا يعني انا فايت اصلا الوسط الفني، فت على الوسط الفني عندي منافسين. يعني انا هلا بعتبر حالي فايت على الوسط الفني كبطوله، عم بحضر لمنافسين كثير كبار. فانا وقت عم بعمل اغنيه او عم نفذ اي اغنيه عم بحاول اختار الاغنيه صح. كثير طيب أمور. شو بدك تسمعنا هلا قبل ما ننتقل ونسمع شيء من طبعا الكليبات اللي محضرينك اياهم؟ رح نسمع ترابك يا وطن، بس بدنا هيك مقطع صغير هلا عن ما غنيت عن الحمايه. و بتحبي اغني لك موال على الحمايه تفضل. ولا بتحبي اغني لك عن الوطن؟ عن الوطن. تكرم عيني. ما بدنا نزعل الحموات منه. الله لا يهدي الحمد بال لله الكل. انا اعزب يعني، ولا عامل فيديو كليب اسمه خلوني اعزب، خلوني رضيان بحالي، لا في هم ولا في غم يشغل لي بالي، تعلقت مره وهي اخر مره، ما بعيد الكره لو تذبحوني. من بقدم موال صغير لسوريا الحبيبه وللشعب السوري، وبهديها لقناه الدنيا طبعا والفريق العمل كله. تفضل. محضره امبارح بصراحه، وكمان من كلام الاستاذ معين اسماعيل الشاعر الغنائي والكاتب.
ان شاء الله ما خربت فيه. بيقول سوريا سوريا تاريخ وعلوم الدنيا، الحروف والطب موسيقى وغني، وشعبك بمحبته وطيبة قلبه ما في فرق بين الصليب والمأذنة. حلو. طيب رح ننتقل نحن وانت فراس لحتى مشاهدينا نسمع اغنيه ترابك يا وطن، طبعا هي ككليب من غناء فراس حمزاوي، وراجعين. كل الشعب عايش على ترابك سوا، تاريخ يحكي ويشهد وعندك روا. كل الشعب عايش على ترابك سوا، تاريخ يحكي ويشهد وعندك روا. ما في فرق ما بين الهلال والصليب، واللي يقصدك يا سوريا لا ما يخيب. ما في فرق ما بين الهلال والصليب، واللي يقصدك يا سوريا لا ما يخيب. شمس العدالة أبد ما بتغيب، والحق اسمك سوريا حدود السماء. صحراء وسهل أو رابي وبحر وجبل، شمس وهواء ومحبة وعبادة وعمل. صحراء وسهل أو رابي وبحر وجبل، شمس وهواء ومحبة وعبادة وعمل. طبعا سمعنا الغنية أغنية ترابك يا وطن. أنت كتير بتعيش حالة ما، لما بتعيش لهالحالة ما بتقدر إلا تغني الحالة اللي أنت عايشة شو ما كانت بأدق تفاصيل الحياة مثل ما حكينا شوي لأهم تفاصيل الحياة. تحكي لنا شوي عن أغنية ترابك يا وطن، كلماتك شو بتحكي لنا هي عنها؟ كلمات والحان الشاعر معين اسماعيل. انا كثير بحب اولاد الشعر، بعتمد عليه كثير. طبعا انا كثير شعراء تعاملت معهم، الاستاذ عناد الخوري، استاذ عصام جنيد، شعراء كثير يعني معروفين بالبلد، بس انا بيفهمني يعني الاستاذ معين دائما. فشو اسمه اغنيه ترابك يا وطن، يعني اول الازمه قدمتها انا لسوريا، وقدمت 10,000 نسخه سي دي اهداء للشعب السوري، وحتى نزلت وزعتهم انا بايدي على الحمراء وعلى الصالحيه وعلى الغساني، ما في محل، وحتى كتبت عليه اهداء البطل السوري الفنان فراس حمزاوي. هاي الاغنيه من يعني رساله للشعب السوري انه نحن كلياتنا اهل، وما في فرق بين الصليب وبين المأذنة، وما في صلب، يعني ما في فرق. نحن بالنهاية ما عندنا طائفية يعني بسوريا، كلياتنا أهل يعني. حتى طبعاً. وين ما بتفوتي بتلاقي مثلا واحد بتلاقي من الشام والثاني من الساحل، وما عندنا هالأمور هي يعني. فهاي الرسالة اللي كنت بدي أوصل لهم إياها. حلو يعني. كثير. طب هلا إذا بدنا نحكي عن واقع الأغنية السورية اليوم، كيف بتشوفها أنت كفنان شاب وداخل على الساحة الفنية جديد؟ هلا بصراحة الأغنية السورية موجودة، ما غابت، بس اتجهت تجاه ألم الشعب يعني. هلا بتلاقي كثير في أغاني وطنية، ببداية الأزمة كثير عالم غنوا وطني، ولحد هلا في عالم مخلصين غنوا وطني، غير الأشخاص اللي طلعوا برا البلد اللي بيحكوا من برا أشكال ألوان مثلا، دول ما بيحق لهم يحكوا يعني. المتواجد هلا واللي مثبت جدارته من الفنانين هو هلا اللي عم يغني وطني، واللي موجود هلا على أرض الواقع. هذا أنا بعتبره الفنان الصح، وبعتبر إنه الأغنية السورية عم تتطور للأحسن وللأفضل بهالأزمة. ايضا غنيت من بين الرصاص بنمط الراب، غنيت لها الاغنيه يعني في انماط مختلفه عم بتغنيها بالاغاني. انت شو بتحكي لنا ايضا عن هالاغنيه ورح نسمعها هلا ككليب يعني مع المشاهدين؟ نستي انا احيانا بختار لون الراب. انا اول شيء مدرب رقص راب من سنه ال 95 94، كنت مدرب بالمسرح الحر تابع لنقابه الفنانين.
على ايام المرحوم الله يرحمه ترابه عدنان بركات. عيش. تسلمي. المهم فكنت درب رقص راب انا وصغير، وعندي فرقه استعراضيه، كنت شاركت بكثير اعلانات ودعايات. كان لي كثير يعني بالوسط بمجال الراب لي كثير، في عالم كثير بتعرفني مدرب رقص ومدرب راب، انا وشباب يعني. تمام. والحمد لله اللي بيعرفني مدرب راب وقت عم يسمعني اني عم غني راب عم بينبسط كثير، لانه هذا مودي يعني وعايش الحالة فيه. بس انا بحسن بالراب بعبر اكثر، يعني بتحس حالك انك انت بتعطي باخذ راحتي، بعبر اكثر بالكلام. يعني مثلا انا ما فيني اعمل غنية دبكة عن الغاز، ما بصير. اما بالازمه الغاز اللي عم تصير والاشخاص فيني غني على الغاز مثلا. ما فيني مثلا انا غني لتجار الازمات دبكه، لا بالراب بحسن اعبر عن هذا الشيء اللي بداخلي اكثر. يعني اخترت هذا اللون، انا بختار حلو. يعني في شيء مختلف عم بيحاول انه يقدمه فراس طبعاً من خلال عشان نكسب يعني قدر الامكان هذا النمط، اشخاص كونه عندي يعني مثل وتوصل مسج عن الحالة السياسية ربما التي نعيش. بنشوف أغنية من بين الرصاص سوا مشاهدينا بهذا الكليب، ونعود إلى فراس. من بين الرصاص عم ببعت رسالة بحروف الدم، كاتب رسالة وسط النار رافعين الراية والعلم السوري مرفوع نكاية. هذا البلد نحن جنوده، بنموت وبيبقى وجوده، وبنحمي دائما حدوده، وبدمنا منصري وجوده. من بين الرصاص عم نبعت رسالة بحروف الدم، كاتب كلامي لأمي تدعي لي ارجع بالسلامة، يما ادعي لي تكتب لي الشهادة. أنا ما بحلم بالقمة، تكفيني من خير بلادي لقمة، وطبعا وجودي للعيدة نقمة، شهدت على الأرض أكبر نعمة، فوق جبال بنعلي. مشاهدينا طبعا عدنا إلى بطل سوريا في الملاكمة وبناء الأجسام، وطبعا دخول عالم الفن هو فراس حمزاوي. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. بدي تحكي لي شوي عن بعض المشاكل اللي عم بتواجهها كفنان، ربما ما بتواجهها بالرياضة مثل ما هلا عم بتواجهها كفنان، لأنه الساحة الغنائية مليئة بالمنافسين والدارسين موسيقى صح وبتخرجين معهد العالي للموسيقى، ويعني هن دخلوا كمهنة وأيضا أكاديمية وموهبة بالفطرة. فكيف بتحكي لي عن هذا الواقع، وما بتخاف منه انه في هذا المنافسين؟ لا. ولا هو دخولك مجرد هيك هوايه لفتره مؤقته وخلاص؟ لا ما لها هوايه، انا مستمر. لو مالي لو انها كانت هوايه ما كنت استمريت. بالعكس انا وقت دخلت الوسط الفني، الوسط الفني يعني انا بعتبره بالنسبه لي يعني رساله العمر كله حتصير. بالعكس انا مستمر. بعدين انا كل شهر كل شهرين بعمل اغنيه، يعني ما عندي شيء ما عندي شيء ما بيصير، وبس كل ما بيصيروا بعملهم البوم. يعني ما بعتمد انه والله السنه 2012 رح انزل البوم، لا. يعني انا هيك وبسوق كل اغنيه صح. فراس طبعا حضرتك محضر اغنيه للشهداء، رحم الله كل شهداء سوريا، وطبعا باقه الورد اللي هديتني اياها اكيد بنهديها ببرنامجنا بصباح الخير على الدنيا لكل امهات الشهداء، ونحن اكيد مكملين المشوار كلهم من موقعه، واكيد حضرتك محضر شيء من كلماتك للشهداء. شو بتسمعنا؟ تسلمي لي. أول شيء بوجه تحية لإذاعة الدنيا، قناة الدنيا المميزة، وشكرا كثير على الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا فيك. وبوجه تحية لأسر الشهداء الله يرحمهم كلهم هيك، والشعب السوري إن شاء الله بيطلع من الأزمة يا رب. وبحب أقدم الموال بيقول يا أمي بالعلم ملفوف كفنه، يا أمي بالعلم ملفوف كفنه، وتحت السنديان اختار دفنه، وروحوا بالسما نجمة تلالي، وروحوا بالسما نجمة تلالي، مثل النار على العلم صار اسمه، شهيد وما اختار غير الوطن يبقى، فدى روحه وحياته نزف دمه، آخ دمه.
ومن دمعك يا أمي تفتحوا الوردات، ومن دمعك يا أمي تفتحوا الوردات، عابر الشهيد وزغردت أمه آخ آخ أمه. يسلم هالصوت يا فراس، شكرا لك طبعا، وبتمنى لك اكيد التوفيق انت وكل الشباب السوري الطموح، وبشكرك يعني بطل سوريا بالملاكمه وبناء الاجسام وكفنان شاب، وبتمنى لك التوفيق بالفنين. شكرا لك. هلا تحت الهواء قال حبيتك وبركان حبي سار، من كتر ما بسماتك رومانسيه صرت من اول دقيقه غار، حتى غرت من الكاست كله يعني. شكرا لك. طبعا مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، لكن رح نكون هلا مع مطبخ الدنيا والشيف عامر واكلات جديده لليوم.